ان احنا نهندل بقى موضوع الداتابيز، نحاول نعمل مايجريشن، نحاول نضيف الدي بي كونتكست في البروجرام. نشوف لو في ان شاء الله مفيش مشاكل يعني، بس لو في حاجه واجهتنا ان شاء الله نحاول نحلها. وان شاء الله بعد ما نخلص هنضيف التو فانكشنز بتوع الجيت اول باي سبيسيفيكيشن وجيت باي اي دي باي سبيسيفيكيشن. وفي كام كلاس كده برضه هنحاول ان احنا نهندلهم. بس خلينا نبدأ. اول حاجه تعال نروح على البروجرام كده سوا. انت مش عامل شير سكرين يا صبح؟ بجد والله. أنا حاسة كل ده أنت كنتش. ماشي عملته. تمام كده. تمام. كنت بتكلم ان احنا استخدمنا السبيسيفيكيشن عشان ايه؟ عشان ان احنا نبدا نعمل الكويري وتروح بينا على الداتابيز. فمين اللي هيوديها لي على الداتابيز؟ هو الريبو. تمام. فانا الجينيريك ريبو بتاعي ده الانترفيس. انا ما عنديش غير تو ميثود بس، والاثنين ما بياخدوش حاجه. يعني المفروض كده يبقى عندي ميثود هنا موجوده بتاخد مني سبيسيفيكيشن، عشان جواها ابدا اهندل الموضوع دوت وانده على الايفالويتور واروح اكلم الداتابيز وانا معايا الكويري كلها كامله. فان شاء الله النهارده هنحاول نعمل برضو الاثنين ميثود دول. وخلينا الاول حاجه بس نعمل الداتابيز، يعني ان شاء الله برضو ما تاخدش مننا وقت. تعال نبدا فيها كده على طول. اول حاجه احنا بنروح على الاب سيتنج دوت جيسون. بنعمل ايه؟ بنحط الكونكشن سترينج بتاعنا. يبقى انا كده اول حاجه بعملها بروح ان انا ابدا احط الكونكشن سترينج بتاعي في الاب سيتنج دوت جيسون عشان ابدا ان انا استخدمه. طيب فين مش تفرق لان كده كده كلها هتكون واحده، فاحنا هيبقى تحت هنا مثلا. ممكن نحط هنا نسميه مثلا connection string. تمام. بقى ناخد ايه؟ default connection. default connection. نلغي بقى الكلام ده كله مش عايزينه. طبعا احنا كل ده كنا اتكلمنا فيه، هو بيكون نحط السيرفر بتاعنا والداتابيز نيم trusted connection والtrusted service trusted server certificate. خلينا ناخدهم كله كده. نسمي الداتابيز مثلا بتاعتنا ارما داتابيز، نسميها كده. بس نسيف، نخرج كده. احنا عملنا الكونكشن سترينج بتاعنا. طيب انا دلوقتي عندي المفروض ان انا اول حاجه ببدا اللي انا عايز اعملها ايه؟ ببقى عايز اضيف السيرفيس او عايز افهم الريزيستنس لاير اللي هيكون جواها الداتابيز والاي اف كور والكلام ده. ان انا هبدا من عندك انت. عايز ابدا اضيف افهمك ان انت تتعامل مع الدي بي كونتكست، واقول لك ان انت بتيوز الداتابيز بتاعتنا اللي هي السيكوال سيرفر وهكذا. الكلام ده كان معتاد عليه ان هو بيتعمل في البروجرام. هنا بنبدا نحطه. بس الفكره كلها ان احنا عايزين نهندل الدنيا، عايزين كل حاجه تكون في مكانها. فانا دلوقتي لما اجي احط هنا هاجي احط ايه؟ اقول له هاجي المفروض ان انا اقول له سيرفيس، وابدا اقول له دوت اد دي بي كونتكست وهكذا. طيب. طيب انا دلوقتي بعمل اد بي كونتكست لايه؟ للايكو اللي مثلا الفارما بريدج او الفارما دي بي كونتكست. طيب انا دلوقتي طب ايه اللي ما يخليش اعملها هنا وابدا استدعيها؟ يبقى انا اعملها في البريزيستنس لاير وابدا استدعيها في الويب ابلكيشن. فانا ممكن اجي في البريزيستنس كده، كليك يمين، نيو فولدر، اسمي الفولدر ده مثلا البروجرام سيرفيس. دي حاجات هستخدمها في البروجرام، في الفايل بتاع البروجرام. تمام. طيب اخش اعمل جواه فايل. بمعنى اخر يعني اكستنشن ميثود، نحاول ان احنا نعمل اكستنشن ميثود static كلاس وستاتيك ميثود عشان نبدا نستخدمه. هنسمي مثلا ده add db service public static كلاس. هعمل جواه static ميثود برضه public static. هسميها هي اول حاجه هتكون من نوع ايه؟ هتكون او هي بترجع لي ايه؟ هي بترجع لي سيرفيس اللي انا هستخدمه اصلا في الابلكيشن بتاعي. فانا كده هتكون من حاجه اسمها عندنا في السبرينج كور اي سيرفيس كوليكشن. اي سيرفيس كوليكشن هتلاقيها في المايكروسوفت مايكروسوفت دوت اكستنشن دوت ديبندنسي انجكشن. تمام. هسميها ايه؟ هسميها مثلا انجكت داتابيز سيرفيس.
من اسمها كده انا بعمل ايه؟ ببدا اقول له ان انا عايز ان انا يعني احط الداتابيز او اعرفك مكان الداتابيز دي عندك هتكون في انهي لاير، او انت هتبدا ان انت ترنها ازاي. فهي هتاخد مني ايه؟ قال لك this اي سيرفيس كونكشن. هبدا استخدم الاي سيرفيس كونكشن دي اكن انا بره في الابلكيشن في البروجرام عادي، وبدات ان انا استخدم بيلدر دوت سيرفيس. تمام، هي دي معناها يعني. كأني هنا بقول له بالزيست اي سيرفيس كولكشن، والسيرفيس هي دي السيرفيس اللي انا هستخدمها هنا، اللي هي هعمل بيها سيرفيس دوت، اللي هي بره بتواكب ايه؟ موضوع البيلدر دوت سيرفيس، بيلدر دوت سيرفيس وهكذا. تمام. هنرجع كده تاني. انا عايز ايه تاني؟ انا المفروض ان انا ابدا كده اعمل امبلمنتيشن هنا، فانا جاي اقول له والله سيرفيس دوت اد دي بي كونتكست للفارما دي بي كونتكست. عملت يوزنج ليها. طيب انا دلوقتي ببدا اعمل ايه؟ ببدا اكتب جواها والله اوبشنز جوز تو، وابدا انزل سطر، وابدا اقول له ان الاوبشنز عندي دوت. انا هستخدم داتابيز ايه؟ اقول له يوز سيكوال سيرفر. طيب يوز سيكوال سيرفر، انا المفروض هنا بقى جواها بديها ايه، او ببدا ان انا اتعامل معاها ازاي؟ بديها كونكشن سترينج. طب الكونكشن سترينج انا اوصل ازاي للاب سيتنج دوت جيسون دي؟ عن طريق انترفيس عندنا اسمه اي كونفيجريشن. كونفيجريشن. هي الشاشة وقفت عن كده بس ولا؟ ماشي، كنا بنقول ايه؟ تمام. كنا بنقول اللي احنا عندنا انا دلوقتي عملت سيرفيس دوت اد دي بي كونتكست. تمام. انا عايز اعمل فين اللوكيشن يا عم، او فين الحاجه اللي انت كاتب فيها الحاجات بتاعت السيكوال بتاعتك؟ قلت له الفارما دي بي كونتكست اللي هي موجوده هنا اهي فوقيك على طول. طيب انا دلوقتي عملت الاوبشنز، اوبشنز دوت يوز سيكوال سيرفر، هستخدم داتابيز نوع سيكوال. طيب انا عايز ايه جوه ديت؟ عايز مني الكونكشن سترينج، بجيبه عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها اي كونفيجريشن. تمام. اي كونفيجريشن موجوده في مايكروسوفت، هسميها كونفيجريشن. هاجي هنا جوه اقول له والله ان الكونفيجريشن ديت configuration دوت configuration دوت get connection string. get connection string منين؟ والله انا عندي جوه ال setting جيسون دي حاجه اسمها default. هنروح ناخدها كوبي احسن. default connection. بس في حاجه ناقصه. بس كده. انا كده خلاص، انا كده عرفته. ده الكلام ده انا كنت المفروض اعمله فين؟ المفروض ان انا كنت هعمله بره في البروجرام. تمام. طب انا ايه اللي خلاني اعمله هنا؟ يعني نوع من انواع الكلين كود، يعني انا بحط الحاجه في مكانها. انما بره في البروجرام ده هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن سطر واحد بنده فيه بس الايه؟ الاكستنشن ميثود. طيب تعال نروح في البروجرام، نبدا ان احنا ننده للسطر دوت ونشوف مثلا شكله هيكون عامل ازاي. انا هروح البروجرام كده، اقول له والله فوق خالص تحت البيلدر كده، اقول له والله على كده، هقول له مثلا جيت مثلا الداتابيز كونفيجريشن. طب هتعمل لها جيت منين؟ والله بيلدر دوت سيرفيس دوت. هتلاقي هنا بقى المفروض الانجكت اللي احنا عاملينه انجكت داتابيس سيرفيس اهي. ليه؟ لان انا كنت عامله هناك ايه؟ كنت عامله هناك بقول له ان this هي بتاخد مني ايه؟ this بترجع ايه؟ اي سيرفيس كوليكشن. وابدا ان انا يوم ما ارجعها بستخدم السيرفيس، ببدا اد عليها اللي هي اصلا موجوده في البروجرام. فببدا ايه؟ ظهرت عندي اهي. ببدا والله هو محتاج مني ايه؟ محتاج مني الكونكشن. طب انا هجيب لك الكونكشن دي منين؟ طب ما الكونكشن الكونفيجريشن ولا هي دي منين؟ من البيلدر دوت كونفيجريشن. بس ادي سطر واحد غناني او خلاني يعني انضف الدنيا، بدل ما ان انا كنت اكتب الحاجات دي كده كلها من لوحدها. تمام. طيب دي كانت اول حاجه خالص. تاني حاجه تعال نخش عليها، تكون ايه هي؟ ثانيه واحده. طيب هنكمل احنا بعد ما خلصنا خلاص الانجكت للداتابيس بتاعتنا، خلاص عرفنا مكانها وهكذا. نبدأ نخش في موضوع مهم جدا، ايه هو؟ لو حد فاكر احنا كنا مستخدمين جدول اسمه ابلكيشن يوزر. الابلكيشن يوزر ده هو في برضه كونفيجريشن ليه. ممكن انا ابدا اضيف عليه حاجات مثلا، زي ايه مثلا؟ ان انا ممكن اقول له والله ان انا ابدا اتحكم في الباسورد بتاعي.
ابدا اقول له والله ان الباسورد بتاعي دوت بتاع الابلكيشن يوزر، احتاجه ان هو يكون مثلا في ارقام ويحتوي على لور كيس وابر كيس وهكذا. طيب انا الكلام ده كله ابدا ان انا اعمله فين؟ هو المفروض برضو بيتعمل في البروجرام هنا نقطه البدايه بتاعتي. بس انا عشان برضو اعمله بسطر واحد برضو كده باجي اعمل ايه؟ في الفارما بريدج هبدا اعمل انا ايه؟ اعمل فولدر جديد. طيب الفولدر الجديد ده هبدا ان انا اسميه ايه؟ ممكن اسميه مثلا extensions. يعني لو جيت هنا كده extensions، جوه الاكستنشنز دي هعمل فايل. انا دلوقتي هتعامل مع مين؟ هتعامل مع مكتبة الايدنتيتي، هتعامل مع الابلكيشن يوزر، المكتبة اللي احنا اصلا منزلينها او اللي هي في الاي اس بي دوت نت كور. فابدا ان انا اسميها مثلا ايدنتيتي، الكلاس بتاعي اسميه ايدنتيتي سيرفيس اكستنشن. تمام. طيب انا في الايدنتيتي سيرفيس اكستنشن دي هبدا ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه اخلي الكلاس ده ستاتيك عشان ابدا ان انا اديها له بره. هعمل اول ميثود عندي والله public static برضو اي سيرفيس كوليكشن. ليه؟ عشان استخدمها بره. هسميها ايه مثلا؟ هسميها inject، انزل ليه؟ inject مثلا identity core. طيب بتاخد مني ايه؟ this i service collection عشان ابدا اتعامل بيها. تمام. جوه بقى احنا هنا المفروض اللي احنا هنبدا نعمل ايه؟ انا عندي حاجه اسمها service دوت، عندها ايه؟ add identity core. add identity core. طيب ادي ايدنتيتي كور دي المفروض اللي هي بتاخد مني ايه؟ بيقول لك عايزه تي يوزر اهي. تي يوزر ده اللي هو ايه؟ اللي هو جدول اليوزر اللي انا هبدا اتعامل بيه، هبدا ان انا احط عليه الكونفيجريشنز او الحاجات الاوبشنز اللي انا محتاجها. فبقول له والله عندك بالكم حاجه كتير. اسمها ابلكيشن يوزر. لا لا، يا دوبك عملناش اي حاجه غير ان احنا ظبطنا بس الاد دي بي، عملنا الانجكت داتابيس سيرفيس ان احنا بنعمل اد دي بي كونتكست، وصلناها بالكونكشن سترينج بس، ورحنا ندهنا لها في البروجرام. بس نكمل بقى. تمام دلوقتي دخلنا ماشي. على الجدول بتاع الابلكيشن يوزر عشان في حاجات المفروض هيبقى في configurations عليه المفروض ان احنا نعملها. بس نفس الكلام، مش هبدا ان انا اعمل configuration هنا، ببدا اخدها في فايل بره عن طريق extension method، ببدا ان انا اتعامل بيه. جيت قلت له add identity core application user وفتحت التو براكتس بتوعي. انا هبدا اتعامل مع ايه؟ مع options. الاوبشنز دي المفروض بقى ان هنا هيكون جواها كذا حاجه. والله اول حاجه فيهم اوبشنز دوت الباسورد، انا عايز اتعامل مع الباسورد. والله دوت ريكواير ديجيت هقول لك ترو، هو انا عايزه ريكواير ديجيت. انزل تاني كده قول له اوبشنز دوت باسورد ريكواير لور كيس، اقول له انا عايز لور كيس. اوبشنز دوت باسورد دوت ريكواير نون الفا نيوميريك، اقول له اه عادي، كل ده انا محتاجه. اقول لك والله اوبشنز دوت الباسورد برضه دوت في ايه تاني؟ ريكواير ابر كيس. فين ريكواير ابر كيس؟ ايكوال ترو، هنقول له محتاج برضه ابر كيس. طب انت اللينس بتاعك ايه؟ عايز اقل لينس يكون ايه؟ باسورد دوت ريكواير لينس ايكوال، اقول له مثلا والله 6 مثلا. طيب انا دلوقتي كل اللي انا عملته ده ايه؟ بعمل كونفيجريشن على الجدول بتاع الابلكيشن يوزر اللي هو اصلا كان جاي لي بايه لو حد فاكر. قلنا ان هو بينزل بالباسورد وبالايميل وبالحاجات دي كلها. عندنا الايميل والحاجات دي بقى لنا عايزين نحط شويه حاجات على الباسورد كده، بحيث ان هو ما مش شرط يبدا يخش عندي في الكونفيجريشن وفي الاي اف كور عشان يبدا يتشيك على الحاجات دي. لا، هو من نفسه اول لما انا ابدا ادخل واعمل لوجن هيبدا يروح يتشيك على دي اول حاجه، الحاجات اللي انا بحطها هنا. تمام. طيب عندي برضو حاجات تانية زي الاوبشنز، مثلا ان انا دلوقتي مثلا بعمل السيرفيس بتاعت الفورجيت باسورد مثلا. فانا عندي اوبشنز مثلا دوت توكنز. توكنز دي عندي حاجه اسمها باسورد ريسيت توكن بروفايدر. باسورد ريسيت توكن بروفايدر ايكوال توكن اوبشنز، بس مش دوت ديفولت بروفايدر بقى، دوت ديفولت لا يوزنج بس الاول مكتوب في الايدنتيتي دوت ديفولت ايميل بروفايدر. طيب دي من الاخر كده دي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان هي الاو تي بي. انا دلوقتي واحد نسيت الباسورد، انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا ببدا اعمل الفانكشنز بتاعت الفورجيت باسورد وببدا ان انا اولد او تي بي وببعته للايميل، صح؟ طيب انا دلوقتي الاو تي بي اللي اتبعت ده ايه يضمني ان الاو تي بي اللي اتبعت دوت اليوزر
ما يبداش مثلا ان هو يعني انا دلوقتي مثلا بعت له اتنين، هو بيبقى مثلا من ست ارقام، اتنين واحد تلاتة اربعة خمسة مثلا. تمام. طيب انا ايش ضمني ان الرقم دوت لو انا عملته انا بايدي، جيت عملت هنا عملت فانكشن راندوم واديتها اللي انا عايز على راندوم من ست ارقام، ايش ضمني ان الرقم دوت ما يطلعش مرتين لواحد؟ يعني انا الرقم ده طلع لواحد في نفس اللحظة طلع للتاني، تمام كده؟ يعني الموضوع مش سيكيور اكتر حاجه. فقال لك مكتبه الايدنتيتي هي بتولد لك او تي بي من ذات نفسها، وتبدا تساعدك ان هو بتبدا ان هي تعمل له جنريت عن طريق شويه كليمز جوه مكتبه الايدنتيتي، بتخلي الباسورد ده ما يتكررش من الاخر. هي بتبقى كأنها جوه الداتابيس كده، بتبقى مهندلاها يعني. بس فانا كل اللي انا عملته انا استخدمتها، قلت له والله الاوبشنز دوت التوكنز ماشي دوت باسورد ريسيت توكن بروفايدر ايكوال التوكن اوبشنز دوت ديفولت ايميل بروفايدر. طيب ادي اما انا اجي بستخدمها ازاي؟ انت بكل بساطه بتيجي تكتب هنا فار مثلا او تي بي هتساوي اويت مثلا، تمام، اندرسكور مثلا اليوزر مانجر اللي هو يبدا يتعامل مع الجداول دي دوت. بيبقى عندنا فانكشن بقى اسمها باسورد جنريت باسورد ريسيت توكن اسync. بس كل اللي انت بتديها اليوزر بتاعك اللي انت عايز تعمله الاو تي بي ده. هو بقى جوه هنا عارف الايميل وعارف معلش يعني عارف كل حاجه، عارف الباسورد بتاعك القديم وعارف الايميل بتاعك واسمك وكل حاجه. بس بيبدا يولد لك او تي بي بقى عن طريق الحاجات دي كلها، عن طريق ان هو ما يتكررش تاني يعني. بس باجي بقى بعد ما انا خلصت هنا والله بقول له دوت انا عايز اعرفك على الجدول بتاع الرولز عشان يبدا ان هو ياكسسها. عندي حاجه اسمها ايدنتيتي رول. تمام. هبدأ اقول له ايه تاني؟ والله انا عايز بقى اللي انت بتعمله ده كله في الابليكيشن يوزر، هو عايز يفهم الموضوع ده هو هيعمله فين او ازاي او عن طريق ايه. فبقول له والله اد انتيتي فريم ورك ستور لايه؟ للكونتكست بتاعي. يوم ما تيجي تشتغل على الكلام ده كله اشتغل على الفارم كونتكست اللي عندي، مش كونتكست تاني. بس بعد ما خلصت هنا الفانكشن اللي فوق ديت بتاعت التوكنز دي، افتكر ما دام انت كتبتها هنا يبقى لازم تفعلها من تحت. تفعلها من تحت عن طريق ايه؟ add default token provider. بس كده. انت كده عملت ايه؟ انت مسكت السيرفيس، بدأت تهندل الجدول بتاع الابلكيشن يوزر، عملت شوية كونسترينز على الباسورد بتاعك، تمام، مايكروسوفت منزلاها. نفس الكلام برضو، بدل ما انت قلنا كنت تروح تبدأ تولد الكلام ده بإيدك لكذا سبب بقى يعني. ده اللي انا قلت ده سبب واحد يعني، مش فاكر مش متذكر يعني باقي الاسباب التانية. بس السبب ان انت ممكن تطلع حاجة ده ممكن يتكرر تاني، فاهم؟ والمفروض جدول التوكنز ده او جدول الاو تي بي ده ما يتكررش، ما يبقاش في عنده ده او تي بي متكرر، ده من الكونسترينز اصلا اللي محطوطه. فانت لو اتكرر عندك انت كده هتوقع الداتابيز. انت بتقول له والله انت الرقم دوت ما ينفعش يتكرر تاني، جه واحد قام مكرره ظهر له بالصدفه، ما انا عاملها راندوم، هي الفانكشن اسمها راندوم. فهو بقى من ضمن الحاجات اللي بيعملها هنا ان هو مولد لك حاجه في الاوبشنز بتاعته توكنز دوت باسورد ريسيت توكن بروفايدر، تبدا تعمل ديفولت ان انت تبعته له على الايميل. فبيبدا بقى ان هو بتستخدم الفانكشنز دي. لما تيجي نعمل السيرفيس بتاعت الفورجيت باسورد ابقى افكركم برضه بيها. طب يا عم انت خلصت كده خلاص شغلك مع الابلكيشن يوزر، هتعمل ايه؟ اقول له والله انا هريتيرن السيرفيس اللي انا عملت عليه قبل كل الكلام ده. بس كل ده انا خلصته. طيب في برضه نقطة تانية احنا ممكن نخش فيها قدام، بس انا حابب ان احنا نعملها دلوقتي، هي برضه ليها علاقة بالفورجيت باسورد. انا في حاجه، بس اقول لك حاجه، تعالى كده سيبك بقى من الكلام ده كله. تعالى انا دلوقتي مثلا انا طلعت لك انت كده كده ست ارقام صح؟ يعني انا عارف ان الرقم بتاعي هيبدا من مثلا صفر 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 واحد لحد ايه؟ تسعة 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 تسعة. انا لو معايا ايميل حد ماشي ورحت عملت فورجيت، انا لو معايا ايميل بتاعي، انا سارق ايميل بتاع حد مثلا، تمام، ورحت عملت فورجيت باسورد. طيب الفورجيت باسورد هيجيب لي رقم ما بين ايه وايه؟ ما بين الرقمين دول صح؟ يعني انا عارف السكوب بتاعي بدايته ايه ونهايته ايه. انا ممكن معلش يعني اروح رايح كده والله وانت جايب لي الخانه اللي انا اكتب فيها الاو تي بي دوت اللي مكون من ست ارقام، اروح اعمل سكريبت. لو انا هاكر بقى مثلا، ده لو بقى لا اعمل سكريبت يعمل ايه؟ والله افضل يبعت ريكوستات من صفر لحد 900 999 الكلام ده كله. اكيد الرقم هو واقع ما بين الارقام دي، ما هو الراندوم بتاع الاو تي بي هم ست صح؟
طيب انا اكيد الرقم بتاعي هيوصل في حاجه زي دي، وانا معايا الايميل. والله شكرا، انا كده سرقت. خلاص، انا اول لما هتلبس مثلا في رقم 2 2 2 3 3 3، الرقم ده كده كده هيوصل بالسكريبت بتاعي. عملت فور لوب يا عم هاكر، ايه فور لوب، عملت فور لوب ان هي تدخل الداتا دي ورا بعض. طب انت ايه اللي يحميك او تحمي نفسك ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ريت ليميتنج. والله انا بقول لك ان انت ليك 3 محاولات بس، 3 محاولات بس في ظرف مثلا دقيقتين. كل دقيقتين هاجي اخش اسالك انت خلصت ال3 محاولات بتوعك ولا لا. لو خلصتهم، انا والله دلوقتي مثلا دخلت اول رقم وطلع غلط، تاني رقم وطلع غلط، تالت رقم وطلع غلط، اي محاولة تاني هتعملها ما تروحش بقى انت، عشان عارف ان انت عامل سكريبت ايه اللي هيحصل. ما تروحش انت بقى تفضل تبعت لي تاني، لا انت اي حاجة هتعملها بعد كده اصلا انا اقول للسيستم يرفضها على طول. حطها لي كده في سلة مثلا، انا هرفضها. اي حاجة بقى انت هتبعتها هرفضها، اي ريكوست هيتبعت من الاي بي بتاعك انا هرفضه. خلاص انت استهلكت بما فيه الكفاية. تمام. طيب دي بنعملها ازاي؟ برضه نفس الكلام ده كله اصلا بيبقى جاهز، يعني الكلام ده كله بس احنا اللي هو احنا بنفهم بس هو بتعمل ازاي، انما كل دي حاجات هتكون جاهزه اصلا بعد كده. انت والله انت داخل تعمل مشروع، هتاخد الكلاس ده كده كوبي، انا كده كده خلاص فاهم باسورد مش عارف ايه الكلام ده. طيب انا ابدا اعمل فانكشنز ثانيه هنا. احنا قلنا ان دي ايه؟ اكستنشن ميثود صح؟ اقول له public static برضه اي سيرفيس كولكشنز. هسميها ايه؟ هسميها inject الريت limiting، وابدا اخد منه this الاي سيرفيس. ايه الكلام ده؟ خلينا نكتبه من اول وجديد. طيب انا هبدا ان انا اعمل ايه؟ والله اقول له انا عندي حاجه اسمها سيرفيس دوت، هتلاقي حاجه اسمها اد ريت ليميتر. تمام، اد ريت ليميتر دي جواها ايه؟ تاخد مني اوبشنز. الاوبشنز دي ببدا من خلالها اللي انا اخش جواها كده. في حاجه جوه الاوبشنز دي اسمها ايه؟ اوبشنز دوت اد فيكس ويندو ليميتر. والله انا ابدا ان انا اطلب منك، عايز اعمل حاجه جديده عندي في السيستم، ان انا عايز اعمل بوليسي. من الاخر عايز اعمل كونسترين عندي في السيستم ان ما حدش، ان الريكوست ما تتبعتش مثلا لمده دقيقتين، ما تقعدش تبعت لي نفس الريكوست بداتا مختلفه، ان انا كده هفتكر ان انت بتلود على السيرفر بتاعي وخلاص. من اول حاجات اللي يوم ما تطلع هوست اللي بتحصل، الهاكر بيبدا يسمع بس رنه اللي انت طلعت هوست، اول حاجه بيعملها بيروح يبعت لك ريكوستات كتير، يشوفك انت مهندل الحاجه دي ولا لا، مهندل حته الريت ليميتنج ولا لا. ان هو ممكن يفضل يبعت ريكوستات 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 ريكوستات، خلاص انت السيستم هيموت منه، هيموت هيقع، اجباري هيقع من الريكوست. هيبعت لك مليون ريكوست، هيوقع لك السيستم في ثانيه. فانت يبعت لك مليون ريكوست في ايه؟ في 10 ثواني مثلا، ولا في 30 ثانيه مثلا بالكتير قوي. فانت والله بتقول له انت كبيرك معايا قوي كده، انا عايز ان انا ابدا اعمل حاجه اسمها او تي بي بوليسي. تمام. طيب الاو تي بي بوليسي دي انت شايف ان ايه الاوبشنز مثلا اللي انت ممكن تضيفها عليها؟ هقول لك والله انا عندي كذا حاجه. اول حاجه او تي بي دوت، او تي بي دوت ويندو دوت الويندو ايكوال ايه. والله انا يعني في ظرف دقيقتين هقول لك مثلا، انا عشان ابدا اتشيك عليك كل شويه كل دقيقتين هجيلك. انت لو استهلكتني في مده الدقيقتين دول خلاص، انا بقيت الدقيقتين انا مش هبقى معاك. اي حاجه تبعتها لي في خلال دقيقتين، انت بعت ريكوستين مثلا في 10 ثواني، انا لمده دقيقتين قدام مش هقبل منك حاجه تاني. يكون السيرفر بتاعي ريح وفهم ومش عارف ايه وكده. بعد الدقيقتين انت يا عم شاكر ونيتك سليمه، هبدا استقبل منك تاني، بس صعت وبعت لي ريكوستات كتير برضه، هفضل مستني لمده ما الدقيقتين دول يخلصوا. فتعالى نكتب كده مثلا كومنت، اقول لك مثلا تايم تو expire is 2 minutes. طيب تعالى ننزل كده تحت تاني، الاقي عندي حاجه اسمها بيرميت ليميت. انا بقول له هنا انت ليك كام ريكوست؟ هل انت تبعت لي ريكوست في خلال دقيقتين وانا بعديها اقول لك مثلا انا مش هقبل منك تاني؟ هقول له لا يا عم ابعت له 3، هستقبل منك 3. بعت لي 3 مرات ليك ان انت تدخل الاو تي بي ده. تمام. طيب تعالى ننزل كده تاني. كان في حاجه تانية انا بتهيألي كيو ليميت دي، كيو ليميت شيل ديت الكومنت بقى لو ايه غيري ريكوست. ايه. شيل الكومنت بقى مش one. مش خليها 3.
كان في الكيو ليميت بقى ديت. الكيو ليميت دي بيقول لك ايه؟ انا ببساطه انت دلوقتي خلاص انت بعت لي مثلا ثلاثه وانا ما قبلت، وانا خلاص الثلاثه دول غلط وعمال تبعت لي ريكوستات انا ما بستفادش منها بحاجه، ما بتخشش اصلا عندي السيستم، فده معناه ان انت عايز توقع لي، انا اعتبر ان انت كده بتوقع لي السيستم. تمام. فابدا ان انا اقول لك ايه، خلاص لمده الدقيقتين الجايين ايه اللي هيحصل؟ مش هقبل منك اي ريكوست، ما تدخلها ليش في الكيو بتاعتي. هو ايه الكيو اصلا؟ قائمه انتظار. فانت في كذا ريكوست بيتبعت على السيرفر بتاعي من كذا شخص مختلف، فانت والله مش هبدا ان انا احطك في الاعتبار اصلا. فانا اقول له والله ان الكيو ليميت هساويها بزيرو. معنى بسيط يعني اقول له، أو هو بيقول لك نيو نو كيو ريجكت immediately وين ليميت از ريتش. الليميت بتاعنا اللي هو 3 في خلال دقيقتين بس. الموضوع ده كان هيتشرح في السيرفيس بتاعت الفورجيت باسورد، بس يعني احنا لو حطيناها دلوقتي وممكن الفورجيت باسورد تقع بقى مع اي حد، ساعتها هيكون فاهم هو عمل ايه، بحيث ان هو ما يروحش عادي يعمل الكود ونبقى في الاخر نرجع تاني للايه، للنقطه اللي احنا عملناها دي. بعد ما خلصت كده والله تيجي تقول له ان الاوبشنز دوت الريجكشن ستيتس كود كانت كام بقى؟ ستيتس كود كان في هنا ستيتس كود دوت 429 429 تو ميني ريكوست. بص، تو ميني ريكوست. انا اقول لك والله ان الستيتس كود اللي هيرجع لك هيكون تو ميني ريكوست من اسمها. يعني كويس ان هو كاتب اسمها عشان ما كنتش افتكر. بس انا بعد ما خلصت كده هعمل ايه؟ هريتيرن السيرفيس بتاعتي. انا اظن الكلاس ده يعني مهم جدا. يعني الاثنين اكستنشنز ميثود دول يعني من اهم الاكستنشن ميثود اللي بتكون موجودين. واحد ما يوقعليش السيرفر، وواحد بيهتم لي بالباسوردات، حاجات يعني في منتهى السكيورتي. انا المفروض دلوقتي اروح اعمل ايه؟ المفروض اروح كل ده بقى انا المفروض كنت اصلا اكتبه في البروجرام. طب انا البروجرام بقى انا عايز اسحم بقى الدنيا. انا مش عايز اسحم الدنيا خالص. فانا والله اجي اقول له اكتب له كومنت هنا، والله اقول له get from identity layer in web project. هتجيب ايه يا عمي؟ هجيب لك الايدنتيتي كور. ايدنتيتي كور العلم برضو مكتبه الايدنتيتي بتفرق عن الايدنتيتي كور في ايه؟ الايدنتيتي كور ديت بتبقى اخف من مكتبه الايدنتيتي، يعني بيبقى حاطط لك حاجات معينه او ان انت تستخدمها، مش زي مكتبه الايدنتيتي كامله يعني. فانت تيجي هنا بقى تكتب له builder دوت السيرفيس، هل هي سمعت ولا لا اللي احنا كتبناه ده؟ بص هيقول لك inject identity service. ابدا اعمل لها using. اوه انا عملت ده غلط. مش هكمل اسمها غلط. ارجع تاني. inject identity core. وغالبا ما بياخدش مني حاجه اصلا. بس ادي كده اول حاجه انا عملتها. عايز اعمل الاكستنشن ميثود التاني. اقول لك والله هعمل انجكت مثلا للريت ليميت، صح؟ انا اقول لك والله انجكت ذا ريت ليميتنج سيرفيس بيلدر دوت سيرفيس دوت انجكت الريت ليميتنج اللي انا عاملها. بس كده احنا خلصنا يعتبر يعني حاجات كويسه. تمام. طيب احنا كده ناقصنا ايه؟ ناقصنا نقطه بس بتاعه البروتكشن. نقطه بتاعه البروتكشن دوت سيرفيس سيرفيس دوت اد بروتكشن. اد داتا بروتكشن بالظبط. زي ما انا قلت ان موضوع الكور اللي احنا استخدمناها دي، اللي احنا كنا الايدنتيتي كور، مش بتبقى زي مكتبة الايدنتيتي، فهي ما بتبقاش عاملة بروتكت قوي للداتا. فاحنا بنضطر ان احنا نستخدم لها حاجة اسمها بروتكشن سيرفيس. هي كده كده موجودة. اد داتا بروتكشن على طول. ما دام تستخدم الايدنتيتي كور تستخدم معاها الاد داتا بروتكشن. بس ملاش يعني امبلمنتيشن ولا حاجة، وانت بس بتحطها كده. ما دام انت حطيت الاد ايدنتيتي كور بتحط معاها الاد داتا بروتكشن عشان دي مكتبه اخف وما يبقاش فيها يعني كونسترينز كتير. بس ممكن نعمل حاجه تانية على فكره دلوقتي بما ان احنا هنا.
هو مش احنا اصلا عندنا، هو تعال نرجع بقى لحاجه حلوه قوي، ديبندنسي انجكشن. مش احنا عندنا حاجه اسمها اي جينيريك ريبو؟ طب مش احنا بنعتمد على انترفيس نوت كونكريت كلاس؟ انا عايز اللي ينده على اي جينيريك ريبو ده يبعت له ايه؟ يبعت له ده الجينيريك ريبوزيتوري ده اللي انا هستخدمه اصلا. بس انا يوم ما اجي ابعت في الكونستراكتور او في ميثود هبعت ايه؟ هبعت الاي جينيريك ريبو. فانا عايز اقول له ان انا حد يبعت لك اي جينيريك ريبو استقبل منه ايه؟ جينيريك ريبو. الكلام ده بيتعمل فين؟ لو حد فاكر كنا بنعمله هنا. كنا بنقول مثلا builder دوت سيرفيس دوت اد سكوب، صح كده؟ طيب انا الكلام ده كله انا مش هقعد اعمل بقى اد سكوب لليونت اوف ورك وللجينيريك وللسبيسيفيكيشن وهكذا. لا، انا اروح إيه اللي يمنعني ان انا ابدا اروح اعمل اكستنشن ميثود عندي في البروجرام تانية. والله كليك يمين كده، اد في النيو كلاس، مش نيو ايتم، ابدا اسميها مثلا ابلكيشن سيرفيس اكستنشن. هي هتكون بتحتوي على ايه؟ انا بحاول انظف البروجرام ده على قد ما اقدر حرفيا. هخليها والله ان هي بيكون عبارة عن static، ويكون برضو ليها public static اي سيرفيس. خلاص بقى حفظناها، اي سيرفيس collection، هسميها add application service. يبدأ ياخد منك ايه؟ زي ما قلنا ياخد مني this اي سيرفيس. تمام. بس هبدأ ان انا جوايا اعمل كده. والله انت عندك ايه؟ عندي سيرفيس دوت ايه اد سكوب. ما حد والله يطلب منك مثلا حاجة من الاي يونت فورك، تبعت له حاجة من النوع يونت وفورك. بس شكرا. طيب انا بعد ما اخلص كل ده اروح اعمل ايه؟ اروح على البروجرام، ابدا اقول له والله ان انا، خلينا بس فوق كده، عايز اعمل جيت ذا ابلكيشن سيرفيس عن طريق البيلدر دوت سيرفيس انجكت الابلكيشن الاد ابلكيشن سيرفيس. بس هو هنا خد اللي انا كتبته جوه ايا كان ايه هو بقى اللي انا بكتبه هنا. بعد ما اخلصه هيروح واخده حاطه لي هنا. بس ده احنا كده هندلنا شويه حاجات بسيطه في الفيديو دوت. هنحاول برضو نوقف لحد هنا كده، نعمل ستوب.